القرآن درسنا هذا اليوم. كيف تم تنزيل القرآن؟ كيف تم جمع القرآن؟ لماذا لم يأتوا بقرآن مثله طول الزمن، طول الوقت، سواء كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصرنا نحن أو بعده؟ انتبه معي الطالب اللي هنا، خليك منتبه. إذن القرآن بالنسبة لديك أنت، أي واحد منكم يعبر عادي يقول القرآن بالنسبة لديك كذا في كلمتين أو ثلاث. ها؟ كتاب الله. كتاب الله. كلام الله. كلام الله. ها؟ محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه. محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، كله كلام سليم. نعم. ها؟ الكتاب الحكيم فيه الحكم. ها؟ الكتاب المحكم. الكتاب المحكم الذي لا يحدث فيه أخطاء. ها؟ الكتاب الذي يهدي الأقوم طريق. الذي يهدي للطريق القويم أو السوي. ها؟ مصدر هداية الجميع. مصدر هداية الجميع. هذا كله طبعا كله يصب في نفس المكان. القرآن باختصار هو كلام الله تكلم به الله بطريقة تليق به. ما يأتي واحد يتصور على أن الذات الإلهية لديها لسان ولديها فم كما يحدث في بعض التفاكير. أحيانا كنا ونحن صغار نتخيل الذات الإلهية بأشكال معينة، صح؟ بطريقة فطرية عفوية، نتخيل الإله بشكل كذا، نتخيل الإله بحجم كذا. هذه التخيلات كل ما كبر الإنسان تقل فحتى يصبح الذات الإلهية في عقل الإنسان شيء من فوق مستوى العقل البشري أو مستوى التصور. تنزيل القرآن نزل به جبريل، هذا أشرف الملائكة وأعلاها منزلة عند الله عز وجل، فلذلك جبريل تشرف بإنزال القرآن على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء. على من؟ على خير أمة أخرجت للناس، لأن الكتاب عظيم فنزل من ملك عظيم على نبي عظيم إلى أمة عظيمة، إلى أمة عظيمة. الآن هل القرآن كلام الله أم خلقها الله؟ اختلفوا في هذا الكلام في عهد الخليفة العباسي المأمون ثم المعتصم بالله في قضية خلق القرآن المعروفة، وعارضها عليها علماء كثير، قالوا القرآن مخلوق ولا تكلم به الله؟ والقرآن تكلم به الله. أما الإنجيل والتوراة فهي كان الله عز وجل يوحي بها في عقل عيسى وفي عقل موسى فيكتبونها. موسى عليه السلام تلقاها من الله، كان يملي عليه الله عز وجل يكلمه وهو يكتبها. لكن هل تكلم بها الله كما تكلم بالتوراة كما تكلم بالقرآن؟ ما ندري، لم يرد ذلك. الإنجيل هل تكلم به الله؟ لم يرد ذلك. الزبور لم يرد ذلك. القرآن ورد كلام الله عز وجل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أواخرها، يعني في السنة 19 خرج رجل اسمه مسيلمة صاحب اليمامة. سمعتم بمسيلمة؟ مسيلمة الكذاب. أحسنت. هذا قال النبوة لي بالنص أنا ومحمد، محمد النصف ولي النصف، ومعي قرآن نفس قرآن محمد. أيوة يلا سمعنا يا مسيلمة من القرآن الذي أنزل عليك. قال أنتم مش عندكم من قرآن؟ قال عندنا سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. لما نقرأ سورة الكوثر مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هل ستجدون واحد لما أقرأ أنا بهذه الطريقة سيضحك؟ طيب لو قلت لكم قرآن مسيلمة لما قرأ عليهم وزن سورة نفس سورة الكوثر وكتبها كذا، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح إن شانئك هو المفتاح. ما رأيكم هذه صورة؟ هذه صورة؟ أظن تضحكوا الآن على هذا. أيضا ألف صورة، قال عندكم سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ما رأيكم بالقرآن؟ ما شاء الله منسجمين صح؟ هو قال أنزلت عليه سورة الفيل، بسم الله الرحمن الرحيم، الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير. ما رأيكم بالله؟ والله كاتب هذا كتاب يعني عنده قرآن ألف بعد الرسول هذا الكلام. تخيلوا أصحاب الجاهلية
لما جاءوا عنده وجلسوا، الجاهلية اللي كانوا يعبدون الأصنام قالوا ما أنزل عليك يا مسيلمة؟ فقرأ عليهم من هذا القرآن. قالوا له، قال ما رأيكم؟ قال يا مسيلمة، كان أبو سفيان موجود، يا مسيلمة والله إنك لتعلم أننا نعلم أنك كذاب. احنا عارفين انك وانت داري احنا كذابين هناك، بس احنا نجاملك، الله ما شاء الله صوتك حلوة تمام، قرآن جميل، لكن احنا في قرارة أنفسنا كانوا يضحكون على مسيلمة. لكن قرآن الله عز وجل كان لما يقرأه الرسول كانوا يختفون خلف الحجرة الرسول ويستمعون، ومن ضمنهم الوليد بن المغيرة، صح؟ ماذا قال؟ كلام لحد الآن ينشر، إن عليه لحلاوة، تمام؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه أسفله لمغدق وإن أعلاه مثمر وإنه لا يعلى ولا يعلى عليه. هذا كلام الوليد بن المغيرة. فلما لامها قريش قال إن هذا لسحر يؤثر، فعاقبها الله عز وجل في سورة بعقوبة مذكورة في سورة المدثر. إذن القرآن الكريم لا يمكن أن يأتي أحد بمثله. الشعراء اللي هناك، الشعراء طبعا استعجبوا أيام الرسول، قالوا أن القرآن فيه وزن، لما تقرأه فيه وزن، لكن لما تأتي بالميزان الصرفي وتقيس القرآن عليه لا يوجد. أنتم درستم الميزان الصرفي؟ فعول 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 فعول. مثلا الشاعر إذا قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، على إيش وزن هذه؟ على ماذا؟ فعول 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 فعول، ووزن الشعر فيضع عند الشعر له نظم ونسق في عقل الإنسان، فاعلات مستفعلات فاعلات مستفعلات فاعلات مستفعلات فاعلات مستفعلات، ويوزن الشعر. القرآن فيه نفس أعظم من هذا الوزن، ولما تأتي تبحث عن ميزانها الصرفي لا تجده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. من يعطينا الوزن؟ وزنوا لي هذا تحديكم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أتحدي أي واحد منكم يضع ميزان صرفي ويوزن لي هذه الآية، أنا أتحديه، لا يمكن أبدا. ومع ذلك لما تقرأ يخرج وزن. حاولوا بعض العلماء قرأوا على أجانب الذين لم يستوعبوا هذه، قرأوا عليهم. ذهب أحمد إلى السوق فاشترى تفاحا ثم عاد إلى البيت وأكل أكلا كثيرا هو وأبيه وأمه. كلام عربي ولا لا؟ لكن هل له وزن؟ سردي بنفس طريقة سرد القرآن، لكن هل خرج منه وزن ونغم وترتيب وتنسيق في العقل وفي المسامع؟ خرج؟ ما خرج. جاءوا بكلام نفس الكلام العربي ووضعوا لها نفس لحن القرآن، ومع ذلك لم يخرج منها نغم أبدا. هذا هو الإعجاز. قالوا إعجاز حتى في المسمع، حتى الذي لا يفهم اللغة العربية يطرب لمسامعه. الذي يقرأ اللغة العربية ولا يفهم عمرها اللغة العربية يطرب لمسامعه وتهدأ نفسيته. هذا من إعجاز القرآن. كيفية إنزال القرآن؟ طبعا القرآن نزل مواكبة للأحداث. مثلا حصلت مشكلة بين الرجل وزوجته ومعروفة ودرستوها في صف ثامن، من ذكرنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا من؟ خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت. إذا نزل الآية تعالج قضية أسرية أو لا؟ مواكبة الأحداث. مثلا حصلت في غزوة بدر اختلاف على الغنائم، نزلت آية تعالج هذه القضية وتوضح للرسول كيف يقسم الغنائم. حصل مثلا على قصة الإفك واتهام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فنزلت آية تعالج وتبرئ القضية. مثلا حصلت عملية زنا في أيام النبي، نزلت آية توضح حكم الزاني، نزلت آية توضح حكم الخمر، وهكذا. فنزلت الآيات مواكبة للأحداث ومعالجة لشؤون الحياة. تخيل لو جاء جبريل وقال للرسول هذا كتاب القرآن لك كله، يلا بلغ الناس، ما رأيك؟ أنت لو جيت أنا عندك الآن وقلت لك هذا الكتاب غدا الاختبار، وأنت عادك ما قد أخذت ولا درس، وقلت لك أنت اللي هناك انتبه معي، انتبه، وقلت لك هذا الكتاب لك، هذا الكتاب لك، غدا الاختبار، عاد أنا ما درست، عاد أنا ما قرأت، ما أعرف هل سينجح؟ لو كان جبريل جاء بالقرآن وقال لمحمد هذا لك بلغ الأمة 600 صفحة، أول ما يجي واحد يقول أيوه يا محمد بماذا جئتنا؟ بهذا الكتاب، هذا كله خلينا على الصنم حقي، يخرج.
أكون أسجد له الصبح سجدة والليل سجدة وخلاص انتهى الموضوع. لكن الرسول ماذا قال؟ قل لا إله إلا الله، اعترف أن رب الوجود كله هو الله، اعترف خلاص ما فيش عليك شيء. شوف هذا التدرج. بعدين جاءت الصلاة، بعدين جاءت الزكاة، بعد ذلك جاء الصيام، بعد ذلك جاء الأحكام. قليل على قليل، على 23 عام نزل التدرج الأحكام. كذا مناسب ولا لا؟ وتم تطبيقها أو ماشي يا زمر؟ تم تطبيقها؟ تم تطبيقها. تثبيت قلب النبي، كل ما حزن النبي من أحداث، كل ما حزن النبي من معركة يجي جبريل ويثبت قلبه، تنزل عليه آيات، كل مرة آيات. مثلا لو طبطبت عليك أنا وأنت زعلان مرة ورحت وزعلت مرة ثانية وثالثة ورابعة وما زرتك، يزداد غضبك وضيقك أو ماشي؟ يزداد غضبك وضيقك. لكن لو جيت لك في كل مرة حصل لك مشكلة وضيق وأنا طبطب عليك، خلاص يا ابني خلاص كذا، وأعطيك نصائح ومواعظ وأعطيك كلام يطيب نفسك، ستبقى نفسيتك مستقرة عبر الزمن أو ماشي؟ ها؟ ستبقى نفسيتك مستقرة عبر الزمن وعبر الوقت، مستقرة تماما، ما فيش أي اختلاف. وهكذا كان قلب النبي، كل ما غضب النبي، زعل النبي من الأحداث التي تحدث معه، من إساءة الكفار إليه، من الوضع الأسري أو الوضع المجتمعي اللي حوله، تنزل آية تثبت قلبه. كل ما الرسول يغضب من الكفار لأنهم لم يتبعوا سنته، تنزل آيات وقصص قرآنية للأنبياء السابقين وأحداثهم مع قومهم فيتثبت قلب النبي. التدرج في التشريع، وهذا مهم. لو كان جاء الرسول قال غدا كلكم صيام صلاة زكاة، ابتعد من الخمر، ابتعد من كذا، لا يوجد ربا، لا، وادى الأحكام 50 حكم، من سيطبقها؟ هزمر وقف، أنت وقف. لو جاء الرسول أعطاهم 50 حكم، هل يستطيع إنسان يطبقها؟ مستحيل، صح؟ مستحيل، ما يقدرش يحفظهن، كيف لو يطبقها؟ فإذا التدرج كان مهم. فالقرآن الكريم حفظها الله عز وجل بنصه. ابحث، اشتر نسخة في الصين، واشتر نسخة في كندا، اشتر نسخة في أوروبا، اشتر نسخة من جنوب أفريقيا، اشتر نسخة من وسط الوطن العربي، تجد القرآن واحد ما يختلف ولا أبدا. أتحديك حتى باللغة الإنجليزية واحد. لكن أخذوا الإنجيل معاهم وصلوها ل70 إنجيل، بعدين قالوا كبيرة، إنجيل برنابا وإنجيل لوقا وإنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل بولس، وهات من هذا إنجيل شمعون، وكل إنجيل يختلف عن الآخر، وكل واحد زود من عقلها ما يريد من الأحكام، وكل واحد نقص من الأحكام ما يريد، فسمي محرفة. لكن القرآن محفوظ، حفظها الله بنصه وحفظ المفهوم الداخلي الصحيح. جاء علماء فسروا القرآن لنا وضعوا الأحكام ومحفوظ. هل واحد مثلا جاء وقال لك الخمر الذي حرمها الله عز وجل، هل حصل هذا الكلام؟ قال يا أخي الخمر الذي حرمها الله هو عصير المانجو، قد حصل تفسير هذا الكلام؟ الخمر ما هو؟ كل ما خامر العقل وغاب عنه. إذا فهمنا الآن كيف حفظ القرآن. كده بسرعة نظرة سريعة. القرآن أنزل أول شيء على من؟ من الله على جبريل، تكلم به الله على جبريل، ثم بعد ذلك محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إلى أمتنا محمد صلى الله عليه وسلم، من خير وحي إلى خير رسول إلى خير أمة. القرآن الكريم لم يأتي أحد بمثله أبدا، وحاولوا أن يأتوا بنص مثله، هل استطاع أحد؟ وكان من ضمنهم من هو؟ قلنا مسيلمة الكذاب. أيضا قلنا القرآن لو كان نزل دفعة واحدة ماذا سيحصل؟ ما حد بيتبعه، لا أحد سيتبعه، لأنه سيكون ثقيلا على الناس. لماذا يا بشار جاء مواكب الأحداث؟ ليعالج القضايا والمشاكل. وكان الرسول كلما غضب من الكفار ماذا يحصل له؟ يأتيه ماذا؟ جبريل فيثبت قلبه بقصص الأنبياء السابقين الذين قبله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا